حارق كده وراح صف البتاع ودمه خارج. طبعا الرساله وصلت لان كانت ذكيه جدا، وما خرجت بعد الحفله اعتذرت له. فهذا الواعظ اللي في قلب كل مسلم، ممكن هذا الواعظ يقهر بايه؟ بسلطات ثلاث. يقهر بسلطه الزعماء، او وجدنا اباءنا على امه، لا اسكت، لا فابتقاره، لا ده كذا، ما يشرب بيتقرب به الى الله، ده اسمها سلطه المشيخه الفاسده على الضمائر. الثانيه برضه سلطه القياده، اما الاب ومنهم واحد زوج اخت من ابنه، ابص كان سنه 10 سنين ومديله يروح يجيب له العلبه المرلبور. يا اخي اختشي، كون الولد بيروح يجيب العلبه ويجيبها ديا بتمرن الولد على قهر ضميره فيما بعد، لان حرام حرام ابوه على طول مشاكل على طول. لهذا اللي بيشربوا سجاير ويبعتوا اطفالهم دي جريمه ثانيه انت بترتكب، جريمه قهر الضمير. وممنوع لا يقدر ولد يقول لابوه المحشش لا يا بابا معلش روح شوف حد غيري، يا الجزم والبتاع تشتغل والمراه هتتطلق كمان والله ممكن، وخلاها ويعمل له مصيبه ومشكله. بتعس ابوك وايه؟ بتعس ابوك وبتعس ابوك، ده المفروض انت اللي تقعد ترص له. هتخش النار، هيخش ده النار اللي هتخش. ف بهذه الامور اللي هي سلطه العادات، سلونا كده اسمها دي سلو العادات، بيقهر الضمير. ما عندناش بنت اسمها تورث، ده في الكثير، وفوجئت بقى في وما عندناش في كذا يروح. كان الله يرحمه زميل لنا كان اسمه فكان هو من الصعيد، في عندهم طار قولوا هنا، كنا في السبعينات وجي خدني، كان رايح المحله اسمه محمود عبد اللطيف، وبيشتكي لي اهله جايين له، يلا عندنا يعني الشيخ واستاذ في قسم الحديث فيه طار، يقول لي انا مطلوب انزل مع العيله دي ابقى احضر فيه طار، مش هتيجي؟ احنا كنا في السبعينات تجيب 10000 جنيه ثمن متريوز، 10000 دلوقتي تخش في مليون تقريبا. تدفع 10000، احنا كان مرتبنا 186 جنيه، هو كان ياخد 190 او حاجه. ده اسمها سلطان الايه؟ سلطان العاده. انت لما دفعت 10000 جنيه اثمت ولا ما اثمتش؟ اثمت على طول، انت اثمت. وعجبني ابننا منير واحنا قاعدين نتكلم، فكان فود عندنا اسمه كيلاني، كان يوميته 600 700 جنيه، امه قاعده هناك يبعت لها في الشهر 600 جنيه، طب والباقي؟ بيشرب حشيش في اليوم ب 200 جنيه. فبيجي جاي يستلف من اخونا مجارنا، فابنه بقى بعد ما بيقول له اديني لاخر الشهر، فاداله 200 جنيه، قال لي مش كده يبقى آثم؟ قلت له اه. ابوه آثم؟ قال انك بتعينه على معصيه. انا مالي، هو عايز هو انت يوميته 600 وما بيبعتش لهم ولا 500 في الشهر، ويوميته في اليوم 600 ومقضيها سجاير وحشيش، ومتتجوز زي لي انا بكره النسوان، لانه ما عندوش فلوس يجيب، بيشرب حشيش وزفت وقطران. اللي يسلفه آثم، اللي يسلفه آثم. لهذا الضمير ده اللي هو واعظ الله في قلب كل مسلم، الضمير مش هيدنه صاحي زي ابنك، نعمة عندك من ربنا. اما كل شوية خد يا اغسل الجوزة، عمر الجوزة يالا، سلك الغابة يالا، ما هو ده كله الواد اتعود وهيسلك الغابة وهي يملى الجوزة والى اخره. هيجي يوم لازم يشد، نجرب. لا بلاش يجرب، لا يولع لك الحجر. ها
هذا الضمير ده اللي ربنا خلقه ده صحي على طول؟ لا، ده الختم بقى. اما بيألف المعصيه وتمرن عليها يدافع عنها. وده اللي خلى سيدنا الشيخ، وانا قلت له مش هقول اسمه دلوقتي، اما قال لي والله لولا السيجاره دي كنت زمان هش فش. ودي اللي عملت خلاف بين فش ايه، ربطت بينه وبين ابو خشه لما ابويا قال لي ما هو لو بتبقى سحابه النور جايه نازله شديده قوي، ما كانش الشيخ يقابلها بنفسين وسخين قوي هيحرجونا. يبقى اذا بيعمل معروف ولا ما بيعملش معروف؟ وكده برضو اللي هو لا مؤاخذه العر بيعمل معروف مع المعلم، انه بينظم لها الاوقات ويقف بره اول ما بتاع يقول احنا بنحب. كنت اول مره اخش البطنيه كان واحد اسمه عاطف فاتح دار اسمها دار الحديث تبين، فواخدنا سيد نوح بيقول الكتاب كده. انا داخل البطنيه والله اول مره اخشها، كنا انا والسيد واللي قاعدين فوق بقى احنا بنحب النبي، احنا بتوع النبي. يا اتابي دي اشارات ما تخافوش منه، لا خارج من العمه، ما ممكن يكون مخبر، لا ده عمه اصيل. مش ممكن. اللي مثل هؤلاء زي ما قال ربنا جل جلاله اولئك الذين طبع الله على قلوبهم. القلب هنا اللي هو بتسموها ايه، السمسوستر ولا المنظم اللي فوق ده فسد. ادي معنى طبع الله على قلوبهم، يبقى المنظم فسد. يبقى الكهرباء لما تخش على الثلاجه ولا تعمل ايه، تدمر على طول. لهذا كان الضمير كما قلنا عندنا نحن المسلمين، عشان ما حدش يقول لي ما عندنا غيرنا هقولها لكم دلوقتي. كان الضمير عندنا استعداد فطري لدى الانسان. وقلت لكم حديث النسائي والترمذي والامام احمد عن النواس بن سمعان الانصاري. الضمير ده فيه واحد اسمه جان جاك روسو قال هذا الضمير غريزه فطريه. عارف لو اعتمدنا كلمه كان جان